كولر بعد ما عرف مشكلة رمضان صبحي مع النادي الأهلي اتمسك باللعيب أكتر لانضمامه لنادي الأهلي. كل الكواليس هنقولها لكم النهاردة إن شاء الله. طبعا قبل سفر نادي الأهلي إلى كأس السوبر طبعا لمباراة سيراميكا كليوباترا، هنقول لكم كولر قاعد مع الكابتن محمود الخطيب بخصوص رمضان صبحي. هنقول لكم كل التفاصيل. كمل معايا الفيديو للاخر، وقبل ما تكمل معايا دوس يلا على اللايك يا صاحبي، واعمل اشتراك وشير الفيديو واعمل متابعه واعمل كل حاجه يا صاحبي، علشان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا كاهلاوي. ويلا بينا كمل معانا لحد الاخر. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من طيم الاهلي. يا رب تكون حلقة خفيفة عليكم إن شاء الله. هنتكلم عن كل التفاصيل اللي معانا النهاردة عن رمضان صبحي وعودته إلى نادي الأهلي. أنا مع رمضان من عودته، يعني من ساعة ما مشي وأنا يعني بتمنى حاجة كده تحصل، وهي عودة رمضان صبحي لنادي الأهلي. لحد النهاردة أنا بعشق حاجة اسمها رمضان. معاك لعيب الكواليتي بتاعه كواليتي لاعب، يعني دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري ايطالي، كل دوت في لاعب واحد. يعني رمضان صبحي في كل الميزات دي، كل الحاجات دي كلها في رمضان صبحي. انا مش طالع اقول ان رمضان ما غلطش ولا اي حاجه من دي. انا واحد من الناس برضو زعلت ان رمضان فضل البيراميدز على نادي الاهلي، وده زعلتني جدا. بس الراجل ما عملش حاجه غلط. الراجل انت كنت جايبه من اعاره، تمام، وما قدرتش تجيبه حتى، او ما قدرتش تحط بند اللي انت تقدر تشتريه من النادي اللي هو جه منه، وجبته اعاره بس. فالراجل طلب رقم ياخده من نادي الاهلي. حصل مشكله ما بينه وما بين امير توفيق، والحوارات دي كلها الناس كلها عارفاها. انا مش جاي اتكلم عن مشكله رمضان صبحي، انا جاي اتكلم عن عوده رمضان صبحي النادي الاهلي. مفيش اي مشكله ان رمضان صبحي يعود للنادي الاهلي. مفيش حد من الجماهير، لو سالت اي حد من الجماهير خلينا كده نجرب، الناس كلها اللي بتتفرج عليها دلوقتي طبعا معظمها اهلاويه، كله يخش يكتب في تعليق ويشوف انت عايز رمضان صبحي يرجع النادي الاهلي ولا لا. اكتريه الناس، خدوها مني اهو قبل ما انزل الفيديو، اكتريه الناس هتقول عايزين رمضان يرجع ومفيش اي مشكله. عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي، لاعب يعني لاعب بيلعب رقم 10، بيلعب وينج شمال واليمين، وفي اوقات كتير كان بيلعب فيرود. لاعب بيلعب كل حته، في كل حته قدام في الملعب. وده اللي خلى كولر يتمسك بيه طبعا. آه، آه، يعني الجماهير لما لقبته باسم العفياجي، هو فعلا عفياجي في الكوره، فعلا عفياجي. احنا لو هقدر اجيب لكم لقطات لرمضان صبحي من ساعه ما طلع يعني من ساعه ما لعب في الاهلي لحد ما مشي، انا ما شفتش مهارات لحد دلوقتي. ما شفتش لاعب في النادي الاهلي بيعدي بطريقه رمضان صبحي، والطريقه هياها. واللاعب اللي قدامه كان مدافع او اي حد بيلعب قدام رمضان صبحي عارف ان رمضان صبحي هيعدي كده وبيعدي كده. ففعلا عافياجي. فنرجع بس لنقطه كولر لما عرف قال لك انا ما بص على رمضان صبحي في الدوري المصري، وطبعا اللي قريبين من كولر اتكلموا معاه وقالوا له ان هو كان بيلعب في النادي الاهلي، وقال ازاي ان اللاعب ده يمشي من النادي الاهلي. فطبعا ردوا عليه وقالوا ده في مشاكل ما بينه وما بين الاهلي. الكلام ده من فتره جامده، وهو راح جاي قشط دماغه وقال لك طب خلاص طالما اللاعب عنده مشكله مع النادي الاهلي هشوف غيره كده. فطبعا لما هم دلوقتي اصروا ان لازم يجي لاعب او لاعبين طبعا من الدوري المصري، طبعا هم حطوا قدامه مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي. هو الراجل قال لك عبد الرحمن البنوبي ممكن يبقى الكواليتي اللي انا بدور عليه، لكن مصطفى زيكو هو مش مفضله شويه. يعني قال لك لا، طريقه لعبه مش هتناسب مع مارسيل كولر. فلما لقى الاهلي مصمم ان هو لازم يجيب صفقات من الدوري المصري، راح جاي قال طب انا عايز اعرف بقى مشكله رمضان صبحي مع النادي الاهلي. طبعا قعدوا معاه واتكلموا معاه وقالوا له الامر واحد اتنين تلاته، وهو كان جاي اعاره والكلام ده كله الناس كلها عارفاه. فطبعا عشان ما نضيعش وقت عليكم ونخش في الخلاصه على طول، فلما عرف الحوار لقى ان الحوار عادي. يعني لاعب كان بيلعب عندك وانت جبته اعاره وما عرفتش تخلصه بالمبلغ اللي هو عايزه، فمشي راح للفريق التاني بالمبلغ اللي هو عايزه. فلقى الحوار عادي، فراح جاي ماسك بقى ان هو لازم رمضان صبحي يجي نادي الاهلي.
خدوها مني بقى، خدوها مني انا. في ناس في الاداره الحاليه، انا مش هسمي اسامي، وبعيد عن الكابتن محمود الخطيب، في مجموعه في الاداره الحاليه مع الكابتن محمود الخطيب مش عايزه تدخل رمضان صبحي نادي الاهلي تاني، والاسباب انا ما اعرفهاش، بس ده مصادر انا عارفها من داخل نادي الاهلي. في مجموعه او واحد او اتنين او تلاته من نادي الاهلي من الاداره الحاليه مش عايزين يدخلوا رمضان صبحي تاني. رمضان صبحي ما جاش على مبادئ الاهلي والكلام ده كله. طبعا المبادئ الاهلي واللعيبه اللي بتمشي والكلام دوت، احنا عارفين المبادئ بتاعه الاهلي ما ينفعش ترجع علشان مبادئ الاهلي والكلام ده، لكن رمضان صبحي ما عملش حاجه من دي. رمضان صبحي ما باعكش ومشي من غير ما يسيبك زي حسام الحضري. رمضان صبحي ما قالكش انا لا انا مش هلعب معاك تاني، انا خلاص عقدي خلص معاك وهمشي واسيبك وهلعب في الفريق اللي انا عايزه. رمضان صبحي لحد الاسبوع اللي فات جاله عرض من نادي الزمالك، غير مثلا 10 او 11 او 15 عرض جاله من نادي الزمالك بقاله من سنتين او 3 سنين، وهو بيجي رمضان صبحي من نادي الزمالك وبيرفض. العرض اللي جه من نادي الزمالك الاسبوع اللي فات بمساعده عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو اللي دخل في الصفقه ديت وقال لك بقى صاحبي والكلام ده، رفض. يعني ما اعتمدش حتى عبد الله السعيد، رفض. رمضان صبحي رفض. رمضان صبحي زي ما احنا عارفين ان مستني اي عرض يجي من النادي الاهلي، وقال انا ما عنديش مشكله، هعرف هخلص نفسي من نادي بيراميدز وهسيب لنادي الاهلي، حتى لو نادي بيراميدز طلب فلوس كتيره جدا انا هتنازل عن مبلغ جامد عشان اروح لنادي الاهلي. ده الكلام دوت قاله رمضان صبحي على لسانه. فانت واحد زي دوت لحد دلوقتي لسه شريك، لو غلط غلطه يا عم يعني غلطه احنا شايفينها صغيره، لحد دلوقتي رمضان صبحي ما عملش جريمه، ولحد دلوقتي متمسك بيك. قال لك انا لحد اخر لحظه هفضل متمسك ان انا ارجع للنادي الاهلي. اللاعب عنده لسه 27 سنه، ما كبرش ولا اي حاجه زي ما الناس ما بتقول، لسه 27 سنه. يعني مصطفى زيكو اللي انتوا عارضينه على كولر دلوقتي عنده 27 سنه. فرمضان صبحي لو جه النادي الاهلي دلوقتي على الاقل خالص هيديك 5 سنين، 5 سنين او 6 سنين بالكثير قوي كلاعب في نادي الاهلي. فاعقلوها كده. كابتن محمود الخطيب كولر اتكلم معاه وقال له خلص لي رمضان صبحي قبل 25/10 اللي جاي، قبل ما التعاقدات الصيفيه تقفل. طبعا كابتن محمود الخطيب الرد اللي ردوا عليه قال له اما نخلص بس بطوله السوبر المصري ان شاء الله نبقى لنا قاعده تاني ونتكلم فيها. لحد دلوقتي متمسك كولر، هو ممكن يكون السبب الوحيد اللي ممكن يرجع رمضان صبحي لنادي الاهلي. خدوها مني بقى، الراجل متمسك جدا 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 برمضان صبحي بعودته لنادي الاهلي. ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فيها اخبار حلوه عن رمضان صبحي، انا هفرح له جدا جدا. وزي ما انا قلت لكم اكتبوا في كومنتات، هل انت عايز رمضان صبحي يخش نادي الاهلي تاني ولا مش عايزه يجي نادي الاهلي والكلام ده؟ هو اكتبوا رايكم كله، كل الناس تكتب رايها في تعليقات، ونشوف ردود الناس بقى ان فعلا هي عاوزه رمضان صبحي ولا لا. طبعا الاهلي في اخر الفيديو بس كده الاهلي اتكلم عن مصطفى سنجاري، اتكلمنا عليه في الفيديوهين اللي قبل كده. مصطفى سنجاري الاهلي معطل كل حاجه فيه، اللاعب ما عندوش اي مشكله، والاهلي خلاص يعني بنسبه 90% قريب من اللاعب. الاهلي بس مستني كاس السوبر لما يخلص عشان بعد كده يشوف بقى ايه الحاجات اللي ناقصه ويتممها في مصطفى سنجاري. وطبعا في لاعبين تاني اجانب كده برضو الاهلي داخل فيهم. طبعا مش هنقول اسامي دلوقتي علشان خاطر لسه مش رسمي، واحنا ما بنحبش نتكلم على لعيبه غير لما يكون الاهلي اتكلم رسمي او في حد اتكلم من النادي الاهلي على اللاعب دوت، فاحنا بنطلع نقوله لكم على طول. وان شاء الله الصفقه بتاعت مصطفى سنجاري ديت متاجله لبعد السوبر، وصفقه رمضان صبحي متاجله لبعد السوبر. ان شاء الله الاهلي هيلعب النهارده في كاس السوبر مع سيراميكا، ان شاء الله يعدي المباراه. وان شاء الله برضو اللي انا يعني نفسي يحصل ان الزمالك تعدي برضو من بيراميدز. هيلعب الساعه 4:30، والزمالك او الاهلي هيلعب الساعه 8 طبعا بتوقيت القاهره. ان شاء الله الاثنين يقابلوا بعض في النهائي، والاهلي يتوج بالبطوله في بكاس السوبر يعني ان شاء الله. بس نخلص بس من مباراه السوبر المصري.
لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، وانتظرونا في حلقة جامدة جدا جدا بكرة إن شاء الله. هنطلع نتكلم عن كل التفاصيل عن رمضان صبحي أكتر وأكتر كمان. وفي النهاية شكرا لدعمكم في الحلقات السابقة، واحب اشكركم تاني وتالت ورابع على وقفتكم جنبي وعلى اللايكات وعلى المشتركات اللي انتوا بتعملوها لي. شكرا ليكم وتحية مني ليكم. في النهاية شكرا لدعمكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم.